بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. البيض الرايق، البيض الغير مخصب، عايزين طبعا نزود الانتاج بتاعنا. الحمام بيبيض وكل حاجة، ولكن في عندي بيض رايق بيطلع كتير جدا. العلاج النهارده ان شاء الله باذن الله انا هتكلم عليه، هو يعتبر من اهم العلاجات للحمام بتاعنا في زيادة الخصوبة. اذا كان طبعا في بيض عندنا بيطلع رايق، فدي حاجة مهمة جدا لازم ان احنا نستخدمها، ولو مرة واحدة بس في الاسبوع. تعتبر فعلا اقوى من اي ادوية انت ممكن تشتريها، بتكون ثمنها غالي. عشان كده ان شاء الله هقدم النهارده الفلفل الاسود، اللي هو يعتبر فعلا بمثابه السيلينيوم او اقوى فعلا من السيلينيوم، وله فوائد عظيمه جدا بالنسبه للذكر وبالنسبه للنتايه. الفلفل الاسود عنصر مهم جدا جدا، وهنتكلم عليه ان شاء الله، ونتكلم على فوائده باذن الله دلوقتي. ومن اهم فوائد الفلفل الاسود يا جماعه ان هو مضاد قوي جدا للجراثيم. مفيش طبعا جراثيم بتخش المعده بتاعت فرد الحمام بتاعنا، مش هيبقى فيه امراض بالنسبه للحمام. مضاد قوي جدا للاكسده، ويساعد على تحسين الدوره الدمويه، ودي من اهم الحاجات اللي انا بحتاجها في الفتره دي، اللي هي بيبقى منتشر فيها مرض الروشه، اللي انا طبعا بحتاج فيها تنشيط الدوره الدمويه. لازم يبقى فيه سيوله في الدم عشان ما يحصلش تجلطات في الدم بالنسبه للحمام بتاعنا، فبالتالي طبعا مش هيحصل اي حاله من حالات الروشه. مضاد للالتهابات، مما يساعد على القضاء على الالتهاب المعوي، ودي اهم حاجه برضو بحتاجها عشان مرض السالمونيلا وعدم انتشار مرض السالمونيلا. مفيد جدا للجهاز الهضمي ويحسن عمليه الهضم. تلاقي في حالات تحجر الحويصله، فده طبعا بيساعد على عمليه الهضم وبيحسن منها. يساعد على الاخصاب الجيد، ودي اهم حاجه ان انا بحتاجها، ان هو فعلا محفز جنسي قوي جدا بالنسبه للحمام بتاعنا، وبيساعد فعلا على عمليه الاخصاب بالنسبه للذكر وللنتايه. يعالج مشاكل تاخير البيض لدى الاناث، ويحسن عمليه البيض عند الاناث. يعالج ايضا مشكله البرود الجنسي عند الذكوره. ساعات بنلاقي في حاله خمول سواء ما بين الذكر وما بين النتايه، عايزين طبعا نحد من عمليه البرود الجنسي اذا كان عند الذكر وعند النتايه، فلازم ان احنا نشتغل بالفلفل الاسود ده، ولو مره واحده بس في الاسبوع للذكر وللنتايه. ومن اهم مميزات برضو الفلفل الاسود ان هو بيقضي تماما على مشكله التليس لدى الاناث، ويذيب الدهون ايضا تماما اللي في الجسم. الذره الصفراء اللي هي طبعا بتعمل عمليه تليس بالنسبه للدهون، او اذا كان بعض الاعلاف اللي احنا بنقدمها، في ناس كتير جدا بتشتغل بالاعلاف، فدي طبعا بتعمل عمليه تليس. عايزين نذيب الدهون اللي هي على المبيض، لان طبعا لو في تليس على المبيض بتاع الاناث، فبالتالي طبعا النوتي مش هتبيض. يساعد على صحة ولمعان الريش. بنلاقي زي سوس كده في الريش، او بنلاقي الريش مش مكتمل النمو بتاعه، فده فعلا بيساعد على لمعان الريش وعلى صحة الريش ذات نفسه. يعمل على تقارب مدة البيض لدى الإناث، يعني هنلاقي النوتي بتاعتنا بتبيض باستمرار ومش هتقطع بيض إن شاء الله. منشط عام للحمام بتاعنا، ومنشط أيضا للجهاز المناعي. واحنا بنكلف يا جماعة كده بنلاقي في بعض الحمام بيقبل على الكلفة، او في بعض الحمام في حالة خمول، ومحتاجين طبعا الحمام بتاعنا يبقى في حالة نشاط وحيوية دايما، اذا كان في السلاكة او اذا كان حمام سايب. منشط عام للجهاز المناعي، عايزين طبعا الجهاز المناعي يبقى كحائط صد بالنسبة للامراض، اذا كانت امراض بكتيرية او امراض فيروسية. دي كده الفوائد العظيمة بالنسبة للفلفل اللي احنا قريناها مع بعض وشرحناها نقطة نقطة. هنتكلم بقى على طريقة استعماله بالنسبة للحمام بتاعنا. هندي للذكر 5 حبايات بالفم مباشر لمدة 3-4 أيام. هنستخدم الطريقة دي مع الذكر، ومع النتاية بنديها 3 حبايات. لو الحمام قاطع بيض او في بيض ما بيبقاش مخصب، دي هتحل مشاكل البيض اللي هو الغير مخصب وقله الانتاج في البيض. طبعا من اهم الاسباب الرئيسيه اللي بيخلي الذكر ما بيخصبش او النتايه ان هي ما بتستقبلش التخصيب من الذكر، بيكون كبر سن الذكر، الزحام الشديد اللي هو في المكان بتاعنا. بتلاقي ذكر بيبدا ان هو يزق الذكر اللي هو بيخصب النتايه، ودي طبعا بتؤدي لعدم عمليه التخصيب. بيكون في مرض طبعا ما بين الذكر وما بين النتايه اللي هي السالمونيلا خاصه، ودي كفيله جدا ان هي ما يحصلش تخصيب ما بين الذكر وما بين النتايه. تزوج الحمام بتاعنا عندي جوزين او 3 اجواز. ال3 اسوس دول هم اللي بيزودوا عندي الحمام بتاعي، وهم دول اللي بيصرفوا عندي على المدى البعيد. ما بين طبعا التزاوج الاخوات على المدى البعيد بيحصل عدم عمليه الخصوبه وبيحصل عقم للذكر، او على المدى البعيد بتلاقي في ذكر طالع اصلا وهو صغير كده في السن طالع عقيم. لازم طبعا بتبقى عيني على الحمام بتاعي، اتاكد ان النتايه بيكون عندها خبره في عمليه التزاوج. ممكن بعض النتي ما تقدرش ان هي تكسح للذكر، ما بتكسحش للذكر كويس بمعنى صح،
او ممكن انك انت تلاقي النتايه بيكون عندها خبره وكل حاجه، ولكن ان هي ما بتكسحش للذكر. النتايه بتكون اقوى من الذكر بيكون ضعيف برضو. دي بتؤدي لعدم عمليه التخصيب ما بين الذكر وما بين النتايه، فبالتالي بيحصل بيض رايق، وده سبب من الاسباب الرئيسيه اللي ما بيحصلش فيها التخصيب وبيكون سببها النتايه. السبب الثاني اللي بيكون سبب فيه النتايه بيكون عندها تليس على المبيض. لو النتايه عندها تليس على المبيض او نسبه الدهون اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي بتيجي نتيجه الاعلاف، الكلفه الغير متوازنه، الذره الصفراء، الكلام ده كله بيحصل عمليه تليس على المبيض بتاع الاناث. ممكن ان هي تبيض وكل حاجه، ولكن ما بيحصلش تخصيب ما بين الذكر وما بين النتايه بسبب الدهون اللي بتبقى على المبيض بتاع النتايه او التليس اللي هو بيبقى على المبيض بتاع النتايه. ودي من اهم الاسباب الرئيسيه اللي هي بيكونش فيها الذكر بس المسؤول على عدم التخصيب، بتكون برضو النتايه عنصر اساسي في عدم الخصوبه اللي احنا بنتكلم عليها وزياده الانتاج. دي كده بتكون نهايه حلقتي معاكم، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.